زي ما قلنا قبل كده ان في نوعين من المنتجات والخدمات. في نوع اسمه consumer products اللي هو الشخص بيروح يشتريها لاستعماله الشخصي. تشتري ازازة مية زي ما تشتري عربية هتركبها، زي ما هتشتري لابتوب، زي ما هتشتري اكل، خضروات، فواكه. دي كلها consumer products باختلاف انواعها ما بين convenience وشوبينج وانسوت وسبيشاليتي. النوع التاني الكبير من المنتجات اسمه industrial products او منتجات صناعية. يعني ايه؟ يعني دي منتجات بيشتريها افراد او هيئات وشركات وكده علشان يستخدموها في انتاج منتجات اخرى، يعني في التصنيع، او يستخدموها في الشغل بتاعهم في البيزنس. يعني بالظبط زي مثلا ما تروح تشتري برينتر للمكتب، زي ما تروح تشتري سكر عشان انت عندك مصنع حلويات، فلازم السكر ده داخل في المكونات دي كلها industrial products باختلاف طبعا انواعها زي ما هنتكلم. وبالتالي الفرق الرئيسي ما بين الكونسيومر برودكت والاندستريال برودكتس هو الغرض اللي تم شراء المنتج عشانه. لو انت مش بتشاري المنتج ده لاستعمالك الشخصي، شاشة هتتفرج بيها فيها في البيت على التلفزيون، فده كونسيومر برودكت. شاشة هتستخدمها في المكتب علشان تعرض انفوجرافس وداتا للعملاء، فده اندستريال برودكت. ده الفرق ما بين الاتنين، الغرض اللي تم شراء المنتج من اجله. الاندستريال برودكتس برضو فيهم انواع، ليهم ثلاث مجموعات من المنتجات. زي طبعا ما الكونسيومر كان فيه كونفينينس وسبيشاليتي وانسوت وشوبينج برودكتس. الاندستريال برودكتس فيه ثلاث انواع من المنتجات. في حاجه اسمها ماتيريال اند بارتس، وحاجة اسمها كابيتال ايتمز، وتالت حاجة سبلايز اند سيرفيسز، وهنتكلم عنهم بشيء من التفصيل. نبدأ بالماتيريال اند بارتس. يعني ايه ماتيريال اند بارتس؟ اللي هي الاجزاء والمكونات او المواد والاجزاء. ودي بتشمل المنتجات المصنعة او الاجزاء اللي داخلة في الصناعة. وبتشمل كمان الرو ماتيريال، المواد الخام. رو ماتيريال زي ايه؟ زي لو احنا قلنا حاجات خضروات وفواكه وكده، زي القمح والقطن والفواكه المختلفة. او ناتشورال برودكتس اللي هي منتجات طبيعية زي الحديد والبترول وغيره. ده الرو ماتيريال. المانيفاكتشرد ماتيريال اند بارتس زي مثلا الاسمنت والحاجات دي كلها مكونات مصنعة، مش موجودة في الطبيعة، بيتم تصنيعها. وفي نفس الوقت المواتير والعجل والحاجات دي، كل دي أجزاء ومواد. منها ما هو طبيعي اللي هو مزروع أو مستخرج من الأرض، ومنها ما هو مصنع اوريدي اللي هو تم صناعته لإدخاله في البناء والصناعة المختلفة. زي المواتير اللي بتدخل في المكانات المختلفة، زي الكاوتش أو الإطارات اللي بتدخل في صناعة السيارات، زي الأسمنت اللي بتدخل في صناعة البناء، وهكذا. وبالتالي معظم المنتجات المصنعة والأجزاء دي كلها بتتباع دايركتلي مباشرة للهيئات الاقتصادية المختلفة أو الهيئات الصناعية. وفي نفس الوقت هنا، وكنا اتكلمنا طبعا قبل كده على الاندستريال ماركت، وقلنا ان السعر والخدمات المقدمة مع المنتج ده عامل أساسي جدا في تحديد إن أنا هستعمل المنتجات دي، أو هاخد أو هستعمل الشركة دي كمورد ليا ولا مش مورد. وبالتالي العامل الحاسم هنا هو عامل السعر، بينما عامل الدعاية والإعلان ده عامل قليل قوي. يعني مصنع مش هيشتري إطارات عشان يدخلها في صناعة السيارات مثلا لمجرد ان الاعلان دعايه مكثفه. لا، مين اللي هيورد له سعر مربح بالنسبه له؟ منشآت معماريه مش هتشتري اسمنت عشان الدعايه بتاعته كويسه، لا، هتشتري اسمنت توريده اوفر لهم وبيوردوا بسعر افضل. وحديد التسليح كذلك، ومواتير السيارات اللي بتدخل في صناعه السيارات، والمكن في المصانع، وهكذا. يبقى طبيعة هنا البرودكتس والمنتجات طبيعة مختلفة عن الكونسيومر. ده هنا بنتكلم على اول مجموعة من المنتجات الصناعية اللي هي الماتيريال اند بارتس. النوع التاني من الاندستريال برودكتس اسمها كابيتال ايتمز. كابيتال ايتمز اللي هي ما يسمى الاسيتس او الاصول.
الأصول إزاي؟ لما أنت بتيجي كهيئة صناعية أو منشأة صناعية بتبني المصنع بتاعك أو بتجهز المكتب بتاعك، فأنت بتحتاج تجهيزات. التجهيزات دي وأدوات، التجهيزات والأدوات دول بيعتبروا كابيتال ايتمز، اللي هم بيشملوا إيه؟ بيشملوا المباني زي المكاتب، المصانع المختلفة، زي الجنريتورز، المولدات، زي الكمبيوتر سيستمز مثلا، اللي هو انت دلوقتي بتشتغل في شركة او هيئة او مصنع، بالتالي محتاجة مكاتب، المكاتب دي محتاجة نظام انترنت متكامل، شبكة متكاملة، هتلاقي أجهزة كمبيوتر هتحتاجها، طابعات، برينترز، وهكذا. هتلاقي كمان بعض المصاعد او الاسانسيرات اللي في المكاتب دي كلها مش انت دلوقتي لو انت بتبني مؤسسة او مصنع مش هتحتاج في اغلب المصانع او الشركات بتحتاج اسانسير. الاسانسير دي مش انت هتشتريه من شركة ما، هنا بتعتبر اندستريال برودكت، انت مش هتستعمل الاسانسير ده في بيتكو، انت هتستعمله في الشغل. كمان الحاجات اللي هي الادوات المكتبيه، الادوات الفاكس، الديسكات، كل دي بتعتبر كابيتال ايتمز. لما انت بتبني شركه، انت هنا الحاجات دي ما ادخلتهاش كعنصر من عناصر الصناعه زي الماتيريال والبارتس اللي احنا اتكلمنا عنها، والرو ماتيريال والمواد الخام او المواد المصنعه، او اطارات هتدخلها في صناعه سيارات، او مواتير هتدخلها في داخل الماكينات. لا، دي كابيتال ايتمز، دي انت هتستخدمها في شغلك، وبالتالي دي هتجهز بيها المصنع او الشركة او المكتب، فبالتالي ده نوع اخر من الاندستريال برودكتس اللي هي الكابيتال ايتمز. تالت نوع بقى من انواع الاندستريال برودكتس هي السبلايز اند سيرفيسز. السبلايز هنا، عارفين السبلايز بتاعت المدارس اللي هي المستلزمات المدرسة، او المستلزمات اللي الطلبة بياخدوها في المدرسة. السبلايز بتاعت المصانع والمنشآت التجارية والصناعية شبيهة بكده، الرفايع، الحاجات البسيطة اللي ما فيهاش يعني مقارنات كتير، اقلام الرصاص، الورق، الحاجات الدبابيس، الدباسة، الخرامات، الدفاتر، الفايلات، الدهانات اللي هندهن بيها المصنع او المكتب او الحاجات دي كلها، بتعتبر هي بمثابة الكونفينينس برودكتس اللي هي في داخل الاندستريال فيلد. مش احنا كنا اتكلمنا على الكونفينينس برودكتس جوه الكونسيومر برودكتس انها الحاجات السهله اللي بنشتريها باستمرار، اللي ما فيهاش اي كومباريزون او مقارنه ما بين المنتجات المتنافسه وبعضها، والحاجات دي كلها هي الكونفينينس برودكت بتاعه الاندستريال برودكت، هي السبلايز اند سيرفيسز. وبالتالي دي الثلاث انواع بتاعه الاندستريال برودكتس اللي بتختلف عن الكونسيومر برودكتس في ان الغرض من شرائها غرض تجاري او صناعي، ان انا هستخدمها في الصناعة او هستخدمها في الشغل وليس للاستعمال الشخصي. دي عناوين على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.